السلام عليكم. رسالة اليوم: النصيحة الطيبة والكلمة الطيبة ترى ما في منها. إذا كان عندك أفكار اطرحها بأسلوب طيب. شفت واحد ينتقد أشخاص ظاهرين فيديو أو إنه ينتقدوا المسرحين للعمل إنه عندهم تليفونات وما قادرين يطلعوا مبالغ وغيره. يا أخي إذا كان عندك أفكار طيبة يطرحها بأسلوب طيب. اللي عنده أزمة ما يقدر يفكر، أحيانا تحس عقله متسكر خلاص لأنه متورط وغيره من هالأمور. فأنت إذا كان عندك يعني أشياء طيبة وعندك أفكار يطرحها في فيديو، يطرحها في موقع، اكتبها وغيره، الناس بتطلع عليها وبيقريوا وبيستفيدوا. فتعالهم بالشيء الطيب، تعالهم بالأسلوب الزين، والناس إن شاء الله بتستفيد من عندك. لكن إذا ما عندك شيء بس تنتقد كذا فما منطق أصلا. يعني أنا اليوم إذا أنا أشوف إنه في فايدة وهذا اللي ما مستفيد منها أجي أقولهم امشوا بالطريقة الفلانية، سووا 1 2 3 من الخطوات، إن شاء الله بتحصلوا مبيعات كبيرة وبتستفيدوا وخلصنا.